يا صباح الفل. والله كله بيتكلم على تعطيل الفار والكابتن هشام حنفي. انا بالنسبه لي وجهه نظر خالص. الكابتن محمد الحنفي كان بيتفرج على المداح وساب الموضوع الفار ده خالص، والتسريب اللي طلع كل ده ما يفرقش معايا والله. ان هو اساسا جايين علشان يخسروا الاهلي، في وليد العطار، في جمال علام، في المسؤول الكبير عن الرياضة، عايزين يخسر النادي الأهلي. والله احنا لو جبنا باولو مالديني وجبنا كولوبالي بتاع السنغال وحطيناهم في الدفاع ماشي، كنا برضه هنتغلب. ليه بقى؟ ان هم جايين من بيوتهم الحنفي واحمد توفيق طلب والبنا علشان يخسروا الاهلي. دي خلاصة الكلام. طبعا الاهلي في 5 ايام كسبان 3 بطولات. كرة اليد للسيدات توج دوري خلاص، ولسه فيه ماتشين، الشمس والزمالك. وكرة الشاطئية رجال برضو تتوج برضو بطل، والاهلي مغضي لكاس مصر طبعا. وكابتن شيكابالا وفضايحه ما بتخلصش. كابتن شيكابالا كان رايح يلعب دورة رمضانية في السعودية وقفش القرشينات من الامير آل سعود طبعا. والامير قال لك لا عنده اخلاق رياضية ولا تمام، ويجيب الفلوس يا هنرفع عليه قضية ويشحططوا في المحاكم. ده اسمها أسطورة نادي الزمالك. يا زملكاوية يا كابتن عبد الشافي صادق، الأسطورة بتاعتكم كانت آخرها تلعب في دور رمضانية ونصب على أمير سعودي في القرشنات، والأمير مش هيحله. يعني الأمير السعودي مش هيحله، ده هيرفع عليه قضية وهيبهدله كمان. إن هو كتب معاه عقد واداه مقدم التعاقد في الفلوس. الكلام ده كان يوم 13 يوم قبل ماتش الجونة بيوم واحد. يعني شيكابالا ما كانش عارف نفسه هيلعب مع الجونة عشان ياخد فلوس. كابتن عبد الشافي صادق، لكابتن خالد الغندور، لكل الزملكاويه، الاستاذ محمد رجب، الاستاذ صبحي عبد السلام، الاستاذ ايهاب الفولي، شيكابالا الاسطوره بتاعتكم طلع حرامي، نصب على بتاع السعوديه، وبتاع السعوديه مش هيحله. اسطوره الزمالك اخرها تلعب في دوره رمضانيه. سلام عليكم.